إزاي 4000 جندي بس قدروا يهزموا إمبراطورية كاملة وياخدوا منها مصر؟ السر مش في السلاح أبدًا، السر في يقين وإيمان وعقيدة بطل قصتنا ثم تفكيره داهية العرب عمرو بن العاص رضي الله عنه. وهو في طريقه لمصر جاله مرسال من الخليفة بيقول له لو أنت لسه ما دخلتش مصر ارجع بجيشك. وبذكاء شديد عمرو رضي الله عنه ما بصش في الرسالة غير لما دخل حدود مصر فعلًا وقال لرجالته كملوا. وفي أصعب لحظة قدام حصن بابليون عمرو بن العاص رضي الله عنه أخذ قرار العالم كله يشوفه انتحار رسمي. قرر يدخل الحصن بنفسه ولوحده وسط آلاف الجنود من الأعداء عشان يفاوض قائد الروم وجها لوجه. الروم عملوا فخ عشان يقتلوه لكنه بإيمان تام وبيقين تام بالله عز وجل وثبات انفعالي مرعب وبرود أعصاب ضحك عليهم وخرج سليم. الشجاعة هنا مش عضلات، دي شجاعة يقين وإيمان تام بالله عز وجل ثم عقل بيفكر وبيدبر. عمرو بن العاص رضي الله عنه زرع في جيشه إن هم قوة ما بتتهزمش بالكترة لكن تتهزم بالتقصير في حق الله عز وجل. الدرس ليا وليك يا صديقي، لو أنت مصدق في حلمك وعندك يقين في ربنا قلة إمكانياتك عمرها ما هتعطلك. العقل الشجاع بيفتح حكاية بلاد والقلب يقين الواثق بيهد جبال. نحييها ولو من وصلت معانا جديد، لغاية هنا ما نور تنساش تدعمنا بلايك وشير الصحابة عشان عهد نستمر. لا يحيد.